السلام عليكم ورحمة الله. أسعد الله مساءكم من جديد، ويا رب دايما بخير وفي أحسن صحة وفي أحسن حال وفي سعادة وسلامة وهنا وراحة بال. الشعب السوداني العظيم، الشعب السوداني العريق، أحبابنا، أصحابنا، إخواتنا، أهالينا وجيراننا وكل حاجة حلوة. أهلا وسهلا بكم مع شيكا في قناة عاشق السودان وأهل السودان وناس السودان وشعب السودان الجميل الطيبين الجدعان. النهارده هنتكلم عن الموسيقى السودانية الجميلة، عن الأغنية السودانية الجميلة، عن المزيكا الجميلة، عن الطابع الغنائي بتاعهم الجميل، عن الريتم بتاعهم المختلف، عن الأداء بتاعهم المختلف، عن الموسيقى، عن الجمال، عن الروائع. يعني لو اتكلمنا عن المزيكا السودانية، عن الأغاني بتاعتهم، محتاجين فعلا حلقات وحلقات وحلقات، بل محتاجين شهور وسنين كتير علشان نقدر نوفي المبدعين دول، نوفيهم حقوقهم. في الشعب السوداني طبعا، أو في السودان الوطن العظيم الوطن العريق، شعراء من أكبر وأقوى وأعمق الشعراء هناك بسم الله ما شاء الله، عندهم بعد ثقافي غير عادي، عندهم فكر غير عادي، عندهم صور وتشبيهات وصور مجازية وخيالات وحاجات غير عادية، مش طبيعيين. والمطربين هناك عمالقة فعلا، أهرامات. والموزعين الموسيقيين اللي بنسمع المزيكا والأرتام الجميلة والألوان الجميلة تحفة، وعندهم ألحان علامات. يعني الألحان هناك عندهم الألحان فعلا لها بصمة وعلامات في العالم. يعني الملحنين هناك بيعملوا ألحان جامدة 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 جدا. تعالوا نبدأ الحلقة بتاعتنا الجميلة دي ونشوف احنا معانا ايه النهاردة، ونرجع نكمل كلامنا عن الموسيقى السودانية وعن الأغنية الجميلة اللي معانا دي، ونرجع تاني. تعالوا نشوف. حاجة في منتهى الجمال وفي منتهى الروعة، حاجة تحفة، حاجة فعلا تحفة فنية. أنا أحب اللون ده من الأرتام دي. يعني ده بيفكرنا مثلا عندنا اللي هو كده جو الضفوف والجو القالب اللي هو النوبي ده، الجو الجميل ده، الجو شكل المنيري عندنا محمد منير، والجو الأرتام دي أنا عن نفسي أنا واحد من الناس بحبها جدا وبعشقها جدا. والكلام هنا بقى والهزار هنا بقى وفي شارع النيل، ونتلاقى ونتقابل بالأشواق والحب، ونتكلم ونحكي ونقول ونعيد ونزيد، جمال وفن وصورة وتشبيهات وحاجات فعلا في قمة الجمال وفي قمة الروعة والحلاوة، مع اللحن الجميل مع المزيكا. حاجة فعلا الناس دي فعلا يا جماعة الألحان بتاعتهم والأغاني بتاعتهم مختلفة. وأنا لما بقول مختلفة بتكلم عن حاجة أنا عن نفسي على الأقل من وجهة نظري الشخصية ببقى حاسسها وببقى مصدقها وببقى مقتنع بها مليون 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 في المية. تعالوا نكمل ونرجع تاني.
انا واحد من الناس بقى، انا واحد من الناس زي الاغنيه دي ما بتقول بالظبط. تعالى نتقابل يا عم على شارع النيل ونقعد ونحكي ونسهر ونقول الكلام اللي ما يتقالش والهزار والضحك والنكت ونقول نكت ونفرح ونتبسط، ناكل بتاع ام الشام، لا ذره، لا مش عارف ايه، وبالاماني الاماني تتجدد تاني والحب والوفا والاخلاص كل حاجه. بحس ان في عندهم صدق في المشاعر، بحس ان في صدق في الاحاسيس، بحس ان في صدق في يعني في الكلمه اللي انا بسمعها، بحس ان انا مصدق الجمله اللحنيه اللي انا بسمعها، انا حاسسها. يعني ده بيوصلني ان انا اقول لكم ان الملحن لما بيمسك كلمه كتبها الشاعر بيبقى حاسس الكلمه وبيبقى عايشها، بيبقى جوه الحاله، بيبقى جوه الشخصيه اللي هي الاغنيه بتحكي عليها او بتتكلم عنها، فبيبقى مصدق كل كلمه وهو بيلحنها، علشان كده بتوصل لنا وبنصدقها على طول. وفي نفس الوقت برضو الشاعر الجميل بيكتب مواضيع بتبقى لمسانه وبنبقى حاسينها، تحس ان هو بيكتب حاجات عنه، تحس ان هو بيطلع خواطر عن حاجات هو كان عايشها، مواقف واحداث ظريفه وجميله وحاجات كلها حلوه، علشان كده الكلام ده بنصدقه. الكلام ده بيدخل يعني من ودنا، لا ده بيدخل في القلب على طول ما بيطلعش تاني. اذا الفن السوداني والموسيقى السودانيه والجمال والارتام والالوان بتاعتهم المتعدده دي والجمال ده حاجة مش متكررة في الوطن العربي كله. هم يعني اللون ده لونهم والشكل ده شكلهم والطابع ده طابعهم هم، يعني حاجة اللي بقول لك ضد التقليد. ده نوع من الموسيقى ضد يعني ضد التقليد، اسمع وتسلطن وتكيف من الفن ده وتبسط، لكن تقليد مش هتعرف لان دول نسخة مش هتتكرر تاني. وفي نهاية الحلقة الجميلة دي انا اتبسطت جدا 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 معاكم، يا رب انتوا كمان تكونوا استمتعتوا واتبسطتوا. وغدا يتجدد لقائنا ان شاء الله باذن الله مع شيكا في قناة عاشق السودان، ويا رب دايما اكون ضيف خفيف على قلوبكم. وفي الختام سلام.